النهارده بقى عملنا في الفطار بتاعنا بولة من الرز الابيض مع طاجن المسقعه في الفرن الخطير. حاجه كده تحفه باللحمه المفرومه. هنغرفها جنب. بصي الجمال، بصي جمال المسقعه، بصي طبعا زي طرنش ازاي، ولا اجمل من كده. مع بعض نبتدي الطريقه والمقادير. اجمل طاجن مسقعه باللحمه المفرومه مع بولة الرز مع قطايف محشيه باللحمه المفرومه. بالهنا والشفا مع اكل وبس. نبتدي الطريقه مع بعض على طول. النهارده بقى عايزين نجدد شويه، كل يوم بنعمل صواني. هنعمل طاجن مسقعه باللحمه المفرومه ولا اجمل من كده، مع شويه رز ابيض تحفه. او حتى لو حد بيحب يغمسها بالعيش السخن، انا بحب اغمسها بالعيش السخن اكتر ما اكلها بالرز. كل واحد زي ما هو عايز. هقطع اول خطوه البتنجان بتاعي مكعبات بقشره زي ما هو، لان القشر برضو فيه فوائد كتير. هبتدي اقطع البتنجان دلوقتي حلو قوي ما فيهوش بذر. هقطعه كله مكعبات زي ما انت شايفه كده، واوريكي الخطوه التانيه ازاي. الخطوه التانيه بقى من طاجن المسقعه. جبت الطاجن اللي هعمل فيه المسقعه وهدخلها فيها الفرن كل حاجه. انا بقى متعوده بحط الطماطم في الفريزر، واول ما عاوزه استعملها انزلها في شويه ميه سخنه زي ما انت شايفه كده، واشيل قشرتها اول ما تاخد غلوه. وتتشال قشرتها بسهوله جدا اللي ما بيحبش قشر الطماطم. وبعد كده يا اما تضربيها في الخلاط، لو عندك هاند بلندر يبقى كويس هضربها بالهاند بلندر. هضرب الطماطم بالهاند بلندر واوريكي هنعمها ازاي، وبعد كده نعمل بقيه خطوات عمل طاجن المسقعه. عايزه اوريكي شكل الطماطم وجمالها اكنك لسه شارياها، احسن ما تعصريها وتشيلها في اكياس. بصي الجمال، بصي الطماطم عامله ازاي، وكمان شلت القشره بتاعتها. نعمت الطماطم كويس. طبعا لو ما عنديش هاند بلندر مفيش مشكله، على طول تستعملي الخلاط. هروح على طول انا دلوقتي مجهزه جنبي بصلايه وسط مقطعاها مكعبات، هنزل بيها على الطماطم. مفيش سمنه خالص في الاكله دي، يعني ممكن تعتبريها دايت. هحطها على النار، هحط الطاجن على النار لغايه ما الطماطم تاخد غلوه مع البصل، واوريك الخطوه اللي بعد كده. الخطوه التانيه بقى، شوفي غليت ازاي، بصوا لون الطماطم وجماله. انا هحط فيها قرن فلفل صحيح، في ناس تحبها بقى حاميه وفي ناس تحبها بارده المسقعه. انا هحط القرن دهوت كده بحيث ان اللي بيحبها حاميه هغرف له مع المقدار بتاعه القرن الفلفل. ما بحبهاش اسيبها من غير قرن الفلفل عشان ما تنزلش الحميان جامد جوه الصوص بتاع الطماطم. غلي كويس كده، هبتدي اجيب البتنجان وانزل بيه على الطماطم. الخطوه التانيه، حطيت الملح جاهزه جنب البتنجان زي ما قلت لك. حطيت الملح والفلفل طبعا قد ما هتحدقي، وبعد كده هروح نازله عليهم الاول. بس اقلب الملح عشان ميبقاش مكون في حته واحده، تبقي واثقه ان كل الخليط يبقى كده، البصله والطماطم والملح والفلفل، وحطينا قرن الفلفل الحامي. الخطوه اللي بعد كده هنزل بالبتنجان اللي انا مقطعاه مكعبات زي ما انت شايفه كده. هسيبه طبعا ياخد غلوه، ولسه مرحله اللحمه. اول ما ياخد غلوه اوريكي شكله ايه، وامتى هنزل اللحمه هنحطها على الوش بتاع الطاجن. وممكن كمان نرش رشه مكسرات طبعا حسب الرغبه. الاول هخليه ياخد غلوه واوريكي المرحله اللي بعد كده. اول ما غليت كده شايفه جمالها، هكون مجهزه اللحمه المفرومه جنبي. اللحمه المفرومه تكون نيه، انا متبلاها بالبصله برده بالملح والفلفل، واكنها بالظبط هعمل كفته، علشان انا عايزاها تدي نكهه وطعم جميل. هنزل بيها على وش الطاجن، ويا دوبك يخش في السخونيه مع بعضه، وهروح على طول مدخلاه الفرن وابتدي اعمل الرز الابيض. طبعا هفرد اللحمه على وشها كلها كده، اغطي وش طاجن المسقعه اللحمه بتاعتي كده، او اغطيها كلها بيها. شايفه جمالها. وبعد كده هدخلها الفرن واوريكي احلى طاجن مسقعه، ولا اخطر ولا اجمل من كده. سريع جدا، ما خدش في ايدي 5 دقايق، وفي نفس الوقت حاجه سهله وتغيير في رمضان. يلا هسيبه ياخد الغلوه وادخله الفرن واوريكي الخطوه الجايه. طاجن المسقعه خرج من الفرن تحفه. عاملاه يعني اقول لك ايه، زي ما يكون صينيه كيكه من جماله. يتقطع طرنشات وخرط، ما فيش مشاكل. ممكن بقى ترش رشه مكسرات. انا اصلا متعوده كنا برش عليه بندق محمص، بس الولاد دلوقتي ساعات ما بيحبوش البندق المحمص ده، او ما بيحبوش المكسرات اصلا في الاكل. فاحنا ممكن او نحط البندق المحمص جنبينا، وما نغرف كل واحد يحط
شويه على قده. بالهنا والشفا، مع اكله بس مع هويدا، مع اجمل طبق مسقعه باللحمه المفرومه، طاجن تحفه. مفيش بعد كده في الجمال. ما تنسيش من اللايك، دوسي على كلمه سبسكرايب المكتوب بالاحمر، ومزارك الجرس دوسي عليه عشان يجيلك كل جديد. بالهنا والشفا مع اجمل طاجن مسقعه.